السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه اخباركم؟ معانا حلقة جديدة من بودكاست آل همام. معانا النهاردة مستر، طبعا غني عن التعريف، مستر أحمد عبد العظيم. ازيك يا مستر، عامل ايه؟ الله يخليك. ازيك يا مستر؟ ايه اخبار حضرتك؟ اهلا بمستر همام وآل همام. ربنا يكرمك، متشكر على حضرتك، ربنا يخليك. بص يا مستر، احنا بقى في بودكاست آل همام احنا مقسمينها فقرات. هنسأل شوية أسئلة كده وحضرتك إيه بترد، طبعا بقى زي ما إحنا متعودين على حضرتك بصراحة طبعا، وإيه والطلبة تعرفنا تعرف حضرتك أكتر. هناخد درجات في الآخر طبعا يا باشا، فول مارك من غير ما أتكلم. الأول بس لكل حبايبنا، مستر همام يا دوبك كان أول مرة أشوفه قريب، نسمع عن بعض كل خير. طبعا ده حقيقي، ربنا كرمني وشفته فقال لي ندردش مع بعض، قلنا ماشي. ربنا يكرمك. طب إيه رأيك بدل الدردشة عادية نخليها بودكاست؟ صح، قلنا عادي إن شاء الله خير. أنا والله شرف. أنا اتشرفت والله العظيم بوجود حضرتك والله. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. طيب ان شاء الله يكون دمنا كده خفيف على الطلبه باذن الله. لا ان شاء الله خير. لا باذن الله اكيد. انا قعدت مع حضرتك شويه بره، احنا كنا ميتين الضحك، احنا كنا بنضحك. لا حضرتك ما شاء الله والله، شرف. ربنا يحفظك. طيب نبدا بالاسئله كده، ايه الثابته معاه. مثلا زي سؤال مثلا زي دخلت زي مجال التدريس، اللي هو يعني مثلا هل التدريس اختارك ولا انت اللي اخترته؟ هو التدريس ما بيختارش حد، التدريس هو اللي اختارني. فخلاصة الكلام دعاني لبيته بمجموعي، رحت لحد باب الكليه. بس الحمد لله يعني ربنا ييسر. انا كنت علمي علوم. حضرتك كنت علمي علوم يعني؟ كنت علمي علوم، تمام. تربيه جامعه الازهر. اول مجال التنسيق جالي تربيه كيمياء وفيزياء، فكيمياء وفيزياء كده ونفس الجدول تحتيه انجليش. قلت احول انجليش، والحمد لله الحمد لله بفضل الله يعني حب اللغه تمام. والممارسه في التدريس، حبينا الحكايه اكتر والحمد لله الحمد لله. لو لم أكن مدرسا لا تمنيت أن أكون مدرسا بفضل الله. طب يعني أنت حضرتك ما حبيتش تدخل أصلا فيزياء وكيمياء؟ لا هو ترتيب ربنا، كله ترتيب ربنا. هو كله بالظبط، كله ترتيب ربنا. بس انت كان في ايديك تبقى فيزياء وكيمياء، صح؟ كان الاول المفروض كيمياء وفيزياء بس هو التنسيق وترتيب ربنا اخش. صح، سبحان الله، قسم الانجليش. تمام. طب في سؤال بقى احنا كنا بنخلي كيمياء وفيزياء المستر همام. حبيبي ربنا يكرمك. طيب ايه علاقتك باللغه العربيه؟ بنتكلم علاقتك باللغه العربيه. القران كلنا بنحبها. انا بغير من المدرسين لما يقعدوا يشرحوا قدامنا، بالذات لما يبقى مدرس مفوه بيقعد بيقول ايه قال وقول والكلام الحلو بتاعهم ده، بيعرفوا يستقطبوا الطلبه، بالذات لو كان طالب قاعد منتبه وكويس والمستر بتاعه شاطر ومفوق. كنت لسه هقول لحضرتك يعني في انا فليهم اساليب كده بيخشوا على الطلبه حلو. يعني انا كنت وانا صغير كنت باخد مع مستر ما شاء الله، كان متعلم ومثقف يعني. استاذ جبر يعني، هو اسمه استاذ جبر يعني. فما شاء الله انا كنت بقعد معاه، كان يحكي لنا قصص كده ويحكي لنا حاجات ابقى مش عايز اخلص الحصه والله. اسمه حلو استاذ جبر ما شاء الله. ربنا يرحمه. مدرسين بتأثر. انا ما انساش مدرس عربي. حد تاني والله يكرهني في ربنا يسترها، ما نقولش من المدرسين. لا انا ما انساش مدرس عربي. حضرتك بتقول مدرس عربي واثر، ما انساش مدرس عربي وانا في الاعداديه دخل الفصل كله عمال ايه زايط وبيضرب بعضه والله. جمله واحده لحد دلوقتي ما اقدرش انساها. كتب، وده الرياكشن بتاعه، كتب كده على السبوره بالخط العريض: الصمت حكمه والسكوت سلامه، ولولا زعقه الطير في السماء ما لحقته الندامه. ده من ثالثه اعدادي، والمقوله كده وانا لحد دلوقتي فاكرها. حضرتك لسه فاكرها؟ بفضل الله. وطول الحصه بقى يشرح فيها. طبعا احنا طلاب وعارف بقى المطبلاتيه على طول كل ما يتكلم نسقف جامد وهي وفرحانين بحصته. سبحان الله. حضرتك لسه فاكر الدخله بتاعته؟ والله برضه حضرتك فكرتني بمقوله انا لسه فاكرها. مش مقوله، كان في دكتور ودخل لنا واحنا في الكليه، ودخل لنا في فتره خلاص احنا عندنا امتحانات، وهو دكتور كان قريب من الاولاد جدا، واحنا عندنا في كليه علوم مش كل الدكاتره كده، دكاتره ما شاء الله، عارف انت العبقريه المفرطه، هم ما لهمش دعوه بالطلاب. والله ما لهمش دعوه بالطلاب، عشان كده هربت منها. لا فالدكتور دخل والله عايز اقول لحضرتك نفسيا والله ريحنا. يعني قال جمله واحده بس، قال يعني احنا كنا متاخر، ما تاخر من بدا. حاجه صغيره، ما حدش ابدا بس انا الجمله دي فاكرها لغايه دلوقتي، بقولها: ما تاخر من بدا. يعني مش بقى دخلنا ابدا يا عم، انت ما تاخرتش، ابدا لو يوم المراجعه، ابدا لو قبلها بيومين. لو الطالب اتعلمها منك بس دي تكفي والله بجد. في الحياه انا قاعد مثلا زعلان، يا ده انا ما لحقتش اعمل ده، بعيد عن المذاكره في الحياه نفسها، يا عم ابدا اعملها. اكيد. تمام. طيب لسه ما خدش معايا درس ولا مع مستر همام. ابدا جاست ناو. ابدا. طيب ربنا يوفقك. ربنا يكرمك يا رب. طيب كان نفسك تطلع ايه لو ما كنتش مدرس؟ ما دلوقتي يبقى مدرس، انما كان زمان كده. انت قلت حضرتك علمي علوم، طب انت كنت داخل لو مجال علمي علوم. لو مجال اقصد علمي وكان نفسي اطلع ايه لو مجال علمي، دكتور.
اخويا شاء كبير الله. دكتور وقدوه، يعني الحمد لله ربنا يبارك فيه ما شاء الله، اللهم امين. علم وخلق، والحمد لله يعني قدوتي لحد دلوقتي. ما شاء فطبيعي الله. كان نفسي اكون دكتور. طب ولو مجال ادبي، لو تمام. مجال ادبي كان في برضه مستر اثر فيا كتير. كان انجليش، بس كان خريج دراسات اسلاميه قسم لغات، وكان متطلع انه يشتغل بكليته داعي بره، ده يكمل ويدرس. وكان بيحكي لنا بقى الستبس بتاعته لحد ما ربنا كرمه وفعلا قدر يوصل لليفل معين وتخصصه، وسافر بعد ساب التدريس وسافر في شغله كداعيه بره لانجوج يعني. فدولت مؤثرين قوي مع حضرتك. سبحان الله، بفضل الله. ايه اغرب موقف حصل معاك في التدريس؟ اغرب يعني اغرب ده كوميدي ولا اغبى ولا هي يعني اغرب إيه؟ بقى انت عايز تقولها، عايز تجيب هو حاجه كوميدي؟ اغرب حاجه مش مساله كوميدي او يعني برضو ايه، ما كنتش متوقع والله العظيم. انا براقب على طالب، المهم الطالب ده في لجنه ومش صغير، ده كبير في ثالثه اعدادي. الطالب انا براقب عليه، ببص ايه، بلف ببص الاقي، انت طبعا بتاخد بالك بقى ده بيعمل ايه، ده بيعمل ايه. تمام. بينقل التكست كامل بتاع الباسج. بتعمل ايه يا ابني؟ ايوه، لا بنقل القطعه. بتنقل القطعه ليه يا حبيبي؟ ما تنقل الاجابه بس اللي فيها. قال لا، ده قالوا لي لما تنقل القطعه هتاخد كامله، هتاخد درجه كامله. درجه كامله؟ كامله. واكد لي ما كانش بيضحك، ده بيتكلم بجد. لا والله درجه كامله. بقول له طب هم قالوا لك تنقلها مره ولا مرتين؟ انا برد كده بعفويه وبضحك. ايوه. قال لي لا، قالوا لي مره. قلت له غلطان، هم لو بيحبوك قالوا لك اكتبها مرتين. وقلتها والله العظيم، قلتها وبلف لفه تاني، فوجئت لقيته بيكتبها مرتين. والله العظيم خد الكلام بجد. 10 على 10. هي دي اللي تسمع الكلام كده يا مستر. مبروك انت ناجح بجد يا مستر. اكيد يا حبيبي، ربنا يوفقك. بس ده ما نجحش. لا اكيد ما نجحش. اكيد ما نجحش. هو بس لو سامعني يا ريت ايه ما يتحرش عشان ما يزعلش او هيزعلنا. انا عايز اقول لحضرتك الجمله دي انا سمعتها كتير، وطلبه كتير يعني طلبه كتير ما كانتش كويسه ولا جامده ولا مش عارف بتذاكر، يقول لك لا انا هكتب السؤال مكان الاجابه. يا عم تكتب سؤال مكان الاجابه، هو فيش في حد بيعلم يا عم. هو ده بقى الطالب اللي بيزعل. السؤال مكان الاجابه ده ممكن مثلا طالب غير. الغريب بقى اللي حضرتك قلته انه قلته هياخد الدرجه، هو بيقول لك هياخد الدرجه. يا عم درجه نهائيه ايه؟ طب قول انجح. يعني قول اخد ربع درجه. لا منه بيذاكر ولا منه حتى بيستذكى يشغل دماغه. صح. ايوه. يعني حتى خد شبه السؤال ماشي معلش، صح. خمن اعمل، انما بالنص كده انت كده بتهزر انت كده. طيب تعالى بقى ناخد حضرتك الفقرة الثانية، فقرة حصل ولا ما حصلش. دي فقرة لذيذة كده. حضرتك هنجيب معلش عايزين من الإعداد بس ليه. تمام حلو قوي ماشي. اتفضل مستر تاخد بس منها. طيب أنا هقول لحضرتك ولو حصل تقول حصل. يعني ولو ما حصلش تمام وناخد كومنت منها. تمام ماشي. يعني مثلا صراحة عليا. لا براحتك. شكلها أسئلة جامدة. لا خالص والله. ده في نبدأ في الأول أسئلة يعني مثلا أكلت أكلة قبل كده ما عجبتكش بس قلت عليها الله دي جميلة جدا؟ لا حصل. هقول لحضرتك المدام. لا المدام انت مش عايز نروح كده. لا الحاجة الله يديها الصحة زمان مش عارف عمل السبانخ او خبيزه. فالحمد لله انا بحب اكل كل حاجه بفضل الله. فمره عملت حاجه انا مش فاكر ايه، فاحنا كلنا عشان نرضيها ايه رايكم في الاكل ده؟ تسلم ايدك و10 على 10 وبيبي انا واخواتي كلنا والحمد لله يعني عشان نرضيها. الكوميدي بقى تاني يوم عملت نفس الاكل. مش انتوا حبيتوها؟ انتوا حبيتوها. ايوه. فاحنا اكلنا وسكتنا، بس بينا وبين بعض خلاص احنا ايه بلاش بقى غيرها. بص ديك غيري بعد. لا انا عايز اقول لحضرتك معظم الاسئله ديت بتبقى نقول مثلا ايه، لا في اول الجواز بتبقى لسه الزوجه ما تقولش حاجه انت هتجيب نفسك. لا والله نفس الكلام والله يعني. تمام ماشي. طيب زوغت من المدرسه قبل كده وانت طالب؟ انت مصمم بقى. انا نفسي اقول لك ما حصلش، بس انت بتتكلم بصراحه. ايوه كده حصل. بس مره واحده وتعلمت الدرس. عارف بقى ايه اقول ولا بلاش؟ لا قول يا باشا. لا قول. بس هم حبايبنا الطلاب ما يعملوش زي ما ويتعلم من الخطا. انا دايما بقول للطالب الشاطر مش اللي يعني في حد بيغلط ويتعلم. ايوه صح. وفي حد بقى يعني اشطر بيشوف غيره غلط ما يكررش نفس الغلط. فكنت طالب ساعتها انا فاكر في ثانيه ثانوي، كان من أسوأ سنين حياتي يعني الصحبه والكلام ده. بس الكوميدي في الموضوع انا قلت اجرب زي ما بجربه، وراح متاخر لسه بقى هتضرب وبتاع. طب يا ابني كنتوا فين؟ في الحته الفلانيه. طب خلاص هجرب الحته الفلانيه ديت، وقلت ايه هروح اتمشى معاهم واقضي الساعتين 3.
الكوميدي قدر ربنا عشان اتعلم الدرس صح، والله العظيم تقريبا من النوادر ان والدي عدى عليا في الايه في المعهد، من النوادر الله. من انت النوادر يعني وكتير بقى اقول هو انا مش ده لو ابنك. متظبطه مش أنا هتبقى كده، ده لو حد قال له مش هيجي كده. واقول ايه بقى، هو انا مش ابنك، ده انا بلاقي ايه طلبه اهاليهم بيجوا بيسالوا، انا حاسسني كده ان ايه، وهو بقى اهو يعني جالك شقيان الله يرحمه اهو بقى في جالك الشغل. اهو. جه قدرا يوميها يسالوا يقول لا الله. ابني لا مستحيل ابني مستحيل كذا. والكوميدي بقى اروح البيت، انا والدي ربنا يعينه الله يرحمه كان ايه بيتاخر في شغله وكان عامل بسيط، فكان بيتاخر في شغله، ابص الاقيه قاعد ومظبط اموره مش العاده، وقاعد بقى مستني، انا مش واخد بالي ان اللي عمليه ايه تعالى لي بقى. رحت فين، انا جاي من المدرسه، خدت ايه النهارده، لا ده تبع الحاجه الاسئله دي فين النهارده. عارف بقى الاب بس انت حسيت ان في حاجه؟ لا ما حسيتش والله لسه لسه ما كنتش مدي اخوانا، فسابني بقى اكمل وداري مرقد لي بقى في الاخر. بس والد الله يرحمه يعني كان طيب وحنين وكل حاجه، بس كان زمان غاوي ملاكمه، فالحقني كده ايه نشه واحده اتنين لحد ما جريت من قدامه، بس ساعتها اتعلمت الصح الحمد لله يعني. والله عايز اقول لحضرتك هي بتبقى موقف، وعايز اقول لحضرتك فعلا يمكن احنا بنتقفش، هو ربنا مش رايدنا نمشي في الحته دي. وختمه الموضوع بقى تاني يوم مش علقه من والدي وتهزيق وخلاص، لا المعهد او المدرسه كلها خلاص عرف. انا كنت ازهر الحمد لله، شيخ المعهد الله يرحمه الشيخ عبد عرف، وطاقم المدرسين عرف، فزي ما تقول بقى ايه بالتدريج كل واحد تهزيق يعمل وقلم ولا عصايه ولا عصايتين، وبقيت ايه حديث الايه المدينه، عبد عظيم هرب، عبد عظيم مش عارف ايه بقى. انا عايز اقول لحضرتك في موقف زي ده، انا عملت حاجه زي كده برضو للاسف، يعني مشيت ورا زمايلي في الحته دي، وهي تيجي يا عم مش عارف ايه والكلام ده، مع اني كنت طالب من الطلاب بقى اللي هي المجتهده قوي والنموذجيه الاوفر دي اللي هي يعني اصلا لازم اتنيه شايلها. لا خلاص لا خليك نزل. فعايز اقول لحضرتك عملت زيهم ده، انا عايز اقول لحضرتك يعني زوغنا وما عملناش حاجه والله، يعني قعدنا شويه بس كلنا ولا حاجه كده وروحت. فانا روحت كان في المفروض مدرس هيجي، فانا اتاخرت شويه بس هيجي عندنا بيجي عندنا والمجموعه عندنا، فانا رحت لقيته هو جه والعيال جت قعدت، ويقول لي انت كنت فين؟ قلت له في المدرسه. يقول لي ازاي في المدرسه؟ انت زمايلك هم مش عارف، اتاريهم هم قايلين له ان همام لا ده زوغ ومشي. والله العظيم زوغ ومشي. اصل انا كنت الطالب ايه عارف انت، الحمد لله، فما صدقنا لا ده همام معانا بقى مش احنا لوحدينا دلوقتي. خدت منه علقه في اليوم ده. بالليل بقى والدي جه نسخه طبق الاصل من نفس العلقه بتاعت الصبح خدتها من والدي عشان ما تتكررش. وانا من ساعتها لميت نفسي والله. وهو سبحان الله فعلا قال لها في اليوم ده كان في امتحان، قال لها ابنك مش هيجيب درجه كويسه في الامتحان. وفعلا هو كان عنده بالظبط، انت خدت ضرب ظبطت وعملت، تحل ايه بقى؟ تحل ايه؟ كان نفسي ادرس في الجيل ده، الجيل اللي هو الجو ده بتاع المدرسين اللي تشوف والله انا بس هو الدرس عشان نختم النقطه ديت للطلبه: 1 ما تكررش الحاجه غلط، لا خالص. 2 الصحبه السيئه جدا. 3 الصح صح والخطا خطا. واهم حاجه اتعلم من اخطائك. الطلبه دلوقتي مش محتاجه موضوع تزوغ دي، هي ما بتروحش اصلا هتزوغ ليه؟ هي دلوقتي الطلبه ما بتروحش بصراحه. احنا كان على ايامنا اليوم كله بنقعد، فانت عندك من اول اليوم لغايه الساعه 2 3 في المدرسه، وبصراحه احيانا ما كناش بنستفيد دايما. وانا حضرت بدايه تعييني كان اول اليوم في السنه ده زي ما يكون عيد. والله عيد للمدرس، عيد للطالب. وكنا بالليل نروح نجيب الكتب والكشاكيل ونجلدها. جميله جدا. وانا كنت احيانا واظبط هدومي وابقى احضر هدومي من بالليل وفرحان. انا دلوقتي للاسف الموضوع اتغير، الطلبه اللي عايزه تحضر ولا المدرسين بس الحمد لله ان شاء الله هترجع احسن. والله ان شاء الله. لا انا متفائل خير. والله لا دايما متفائل بالخير، ربنا معانا يعني ان شاء الله. طب يا مستر راحت عليك نومه قبل كده قبل امتحان وانت طالب؟ هي مش الدرجه دي، فعمرها ما حصلتش. طيب بس يعني في موقف مثلا، بس انما نومه دي صعبه. ممكن غصب عنك في حد مرهق ولا كنت مرهق ولا حاجه فراحت عليك. لا مش حتى لو مطبق وامتحنت الظهر، لا ده الامتحان امتحان يعني مش لدرجه ان انا صح تمام. بس هو مره كنت في اللجنه وسبحانك يا رب اللجنه 3 ساعات في الجامعه، ومجرد ما قعدت ومسكت الورقه وبسم الله وهبدا اشتغل، بطني بقى كركبت، امتحان مش امتحان، وحسيت ان انا يعني هنفجر. و3 ساعات وكلهم دش مواد تربوي عندنا يعني 3 ساعات عايزه كتابه، فمستحرم اقوم. وانا كنت بقى الحرم الجامعي في الحته دي بمتحن في مخيم، عشان والمخيمات بتبقى بعيده عن دوره الميه. انا عارف
يعني فيها بتاع 5 دقايق ولا ده اقل. هم كانوا هيسمحوا بس الوقت رايح وجاي والكلام ده، وانت كمان بتقول والثلاث ساعات 3 ساعات والحمد لله. يعني 3 ساعات بتقعدوا 3 سترها. ساعات. انت حضرتك فكرتني بعلوم، احنا عندنا برضه في علوم 3 ساعات امتحان 3 ساعات بس فعلا من اول، والله احيانا والله بياخدوا مننا الورق واحنا لسه مكتب واحنا بنكتب يعني واحنا لسه بنكتب. فانت يعني 3 ساعات 3 ساعات. اصلا انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي مثلا الطالب بيبقى ساعتين وبيتخنق، بيقعد ساعه ساعه وربع وبيكمل. الدنيا بتتغير والاسئله، وكمان دلوقتي بقى فيها اسئله كتير اللي هي الام اس كيو اللي هي التشويس بالظبط، مش زي الاول بقى مقالي بقى واكتب الموضوع والكلام. نسيت قبل كده ميعاد مجموعه، يعني انت كان في مجموعه ومديها ميعاد او درس مديله ميعاد ونسيته ما رحتوش اصلا؟ ده حصل أيوة. ليله امتحان يا خبر ابيض والله العظيم. ليله امتحان بس هي مره وحيده يعني. عارف انت لما بتظبط المواعيد، تظبط المواعيد ومظبط بقى الدنيا، والمهم الميعاد ده وراه الميعاد دوت بالظبط يعني ترتيب ربنا. انا ماشي وهم كان عندهم محل، فوالدها او والدتها السلام عليكم، انا خلاص بقى ما فيش في بالي والله العظيم. يعني انت كنت مخلص ومروح؟ لا مش مروح، انا رايح حصه تانية. السلام عليكم وبتاع، هم قالوا بقى المستر هيجيب حاجه وهيرجع هيعمل انت بتسلم عليك ما جيتش ليه؟ لا انا اسف ما جيتش ليه اخ، لا معلش والله انا اسف حقوق عليا. طب اعمل ايه؟ الامتحان بكره والله هي قدرا يعني، والحمد لله الحمد لله يعني. سبحان الله يعني حضرتك بس هو ربنا وفقهم. قلت له كويس انتوا ايه بقى سبحان الله. طيب دي من النوادر يعني. بالظبط ما هي حاجه. طب ندخل على الفقره الثالثه، ايه رايك؟ ايه رايك حضرتك في انتشار ظاهره الفود بلوجر؟ الناس اللي بتجيبوها كده وهم بيصوروا بقى فيديوهات الاكل والحاجات ديت والمطاعم، ويدخلوا مطعم ده زي ما حضرتك بتقول هي ظاهره، وكل ظاهره بتبقى ليها ترندها او ليها ميزه ليها عيب. تمام. انا ساعات بشوفها من باب التسليه. كتسليه كده. انا ساعات اقعد معاهم في البيت بضحك، عارف انت بقوم ايوه وساعات تقول لي بقى دي تشوف الرعشه نحب نشوف عدنان شويه غدانه بالظبط. عدنان فهي كل حاجه ليها ميزه. بس انا اقول لحضرتك هو ده لو اتكلمنا مثلا فعلا والله تصدق انا كنت مثلا بقول لا اي عيوب، بس حضرتك دلوقتي فكرتني بحاجه. عدنان مثلا بيعمل ريفيوهات لمطاعم صغيره والناس على قد حالها بتحاول تشتغل. انا شايف ده حاجه ايجابيه، دي حاجه كويسه. انما كان الفود بلوجر اللي في بالي بقى لا، الناس اللي بتاخد فلوس عشان تروح تقول على الاكل ده حلو والاكل ده وحش، وهو اصلا الاكل ممكن يكون وحش يعني. هو الاكل بس هم ياخدوا فلوس ويقولوا الاكل. احنا قلنا بقى كل حاجه مش شرط. صح ليها ميزه. انا فاكر من يوم او 2 قاعد مع اولادي، يا ولاد شفتوا الاكله دي ايه؟ مش هقول لك كلفت كام ولا عملت ايه، بس هو بضحك صح انبسطت ولا ما انبسطتوش. تمام. تمام. طيب ايه رايك حضرتك مثلا في الانتقالات اللي بتحصل دلوقتي من الزمالك للاهلي؟ انا لسه اقول من الاهلي للزمالك بس هو من الزمالك للاهلي. الاهلي ما فيش حد هيمشي من عنده. هو انا لابس ابيض وقلب ابيض بس خلاصه الكلام كل واحد له ظروفه. اهلاوي ما انت كاهلاوي. لا مش هو من الاخر. القلعه البيضاء ديت لو قافله على نفسها وغاويه تبقى متماسكه، عمرهم ما في حد هيمشي ويسيبهم. انما القلعه الحمراء زي ما بنشوف على طول من زمان على طول متماسكين وعاملين نفسهم كده ايه كرامه. حتى اللي ملوش في الكوره واللي مش غاوي يقول لك ده الاهلي ده مفيش زيه. انا عايز اقول لحضرتك برضو يجي الزمالك قدام الاهلي، انا اهلاوي برضو. ليه ايه ده؟ ده هو من زمان زمالك واهلي. سبحان الله زمالك واهلي. وامثله كتيره بقى يقول لك يعني العب زي ما العب بس اختم حياتي في الاهلي. طيب ايه راي حضرتك ناخد برضو حاجه كده في المدرسين اللي طالعين مثلا الفتره دي؟ مش عارف مش عايز اسميها مسمى، بس هم بيسموهم مدرسين الترند. المدرس الترند المدرس اللي يعمل لقطه معينه، يجيب حد يعمل حاجه. احنا قلنا كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. حلو. لو استغلنا الميزه يبقى خلاص وتلاشينا. يعني انت شايف اصل في مثلا ناس زمايلنا مدرسين يقول لك احنا مثلا ممكن قعدتنا دي مع بعض حد يقول عليها ترند، بس احنا قلنا بونبونيه حلوه للطلبه وبالظبط في وقت ترفيه ووقت يعني مش عارف كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. صح. الركع على النيه وتوصلها ازاي. صح. في مدرسين ترند اذا كنت تقصدهم بقى ترند يوتيوب والحركات بتاعتهم. في حاجات حلوه. انا ممكن تخصصي انجليش بس ساعات اقلب الاقي بدون ذكر اسامي حد اسلوبه جميل انا اقعد اسمع، حتى لو في ماده تانية او في ماده تانية كذا مره في ماده تانية في ماده تانية استفاد. كفايه ان هو لا في الدنيا مشدوده وفي ثانويه لا ببشاشه ويحسسك فعلا والله فعلا صح واسلوب حلو وجميل واكيد الناس لامسه. تمام. فمش عيب لما اقعد اسمع وهستفاد حتى لو مش مادتي. فهي كان ترند بس ليها ميزه وليها عيب. تمام. طيب ايه راي حضرتك في نظام الثانويه الجديد، نظام البكالوريا؟
هو طبعا احنا من ما ناحية- نعرفش لغايه من اي ناحيه، احنا طبعاً لغايه أنا دلوقتي لما مش فاهمين أعرفه- حاجه. لما اعرفه واذاكره ان شاء الله كل حاجه. صح بس صح. هو والله إن كان- الوزير نفسه إن مش كان- عارفين ايه إن اللي كان على هيعمله. الكل يعني خلاص حاجه هي تبقى فرض، يبقى فرض على الكل. خلاص بقى الكل هيتساوى بمزاياه بعيوبه. فهي نصيحه للطلبه اللي هيفرق في ده كله مجهودك ومذاكرتك. بكالوريا بقى عدم بكالوريا، المهم الطالب نفسه يعمل اللي والله عليه والله انا بقول كده. بتلاقي بغض النظر الطلاب عن صح. الضوابط عن بتاعته، الضوابط عشان اللي لسه هيحصل. الامور مش مفهومه قوي بالظبط. وايا كان اللي هيحصل ايه، هو مش هيحصل ليك لوحدك، على الكل. ده هيحصل على الكل. مم. طب الفقره الرابعه، اسئله بقى سريعه بدون تفكير. هديك بدون اختيارين تفكير. على شغال. طول، اختيارين وتقول لي على طول. شغال. طيب نقول سمك ولا لحمه؟ سمك. انا بحب السمك بس يعني اللحمه تختار- برضه. لا تختاروا حاجه. سمك ولا لحمه؟ سمك. سمك. تمام. ابيض ولا اسود؟ ابيض. حلو ولا حادق؟ حلو قوي. حضرتك ليك الحمد لله، بس قطعت شويه عشان انا عايز اقول لحضرتك انا الصحة، عندي بس مشكله. أنا كنت حريف. طيب قهوه ولا شاي؟ انا عرفت خلاص تمام ماشي. طب واهم حاجه الدخله بتاعتها. ده انت قلت عشان لي البنت التقديمه بتنبسط بتاعت أول ما القهوه. أقول الدخله دي. انا بحب طيب فيزياء ولا كيمياء؟ هو ده عشان قلت لحضرتك كنت أيوة. فيزياء. لا بصراحة. لا فيزياء ولا كيمياء يعني- فوق راسنا. دي لها ناسها ودي لها ناسها. خلينا في الانجليش. انت دلوقتي اهو خلينا في الانجليش. طالب مثلا وقالوا لك تخيروك ما بين فيزياء وما بين كيمياء، او انت طالب كنت بتحب ايه اكتر؟ كيمياء فيزياء ولا طبعا. كيمياء. انا برضه العضويه والحاجات دي كانت جميله انا بصراحه. بعشق الكيمياء. كان أنا جميل برضه. رغم ان جاي في الفيزياء اكتر. انا فاكر لا. الكوميدي بقى بلاش. لا قول الكوميدي. المواد كلها جاب درجات حلوه، يعني معظمها الحمد لله درجات كويسه ما شاء الله. ما عدا الانجليش. والله. وده درس للطلبه، مش درجه وحشه انها واقع انا فاهم، وميت. بس هي الفكره ان انت داخل مستهتر. بالظبط والله صح. وبعدين بقى ايه يعني، لا ده الامتحان في جيبي ايه الكلام. طب انت تعرف حضرتك فعلا طلابنا اولادنا اللغات بيدخلوا الانجليش مستهترين، عشان كده دايما اقول لهم كده. وحصل لهم دروب في بعض المراحل الثالثه اعدادي تقريبا السنه ديت صح؟ ايوه ربنا لا فعلا والله ما فيش استهتار. انا مش ما فيش يا عم ملهاش كبير. ذاكر. كل ماده ملهاش كبير صح. لازم تذاكر صح. طيب بعدين انا هفرح هيقفل لي انجلش وبقيه المواد بالظبط هتعمل ايه؟ ما عملناش حاجه كله. كان معايا طالب مره طالع من الاوائل وجايب ملحق حاسب. طب يا سبحان الله، كان الترم الاولاني قلت له يا ابني ده فرحته ما كملتش يا حرام اصلا والله فرحته ما كملتش. كملها كحك وبسكوت. بس الترم الثاني بقى ظبط الحمد لله يعني. الحمد لله. طب هو انا عرفت الاجابه مره دي. كان معايا طلبه طالعين اول على كذا مدرسه. ما شاء كان الله. ساعتها بقى امتحان الانجليش وحش جدا. جدا جايبين درجات نهائيه في كله ما عدا الانجليش. قلت لهم انا هكرمكم على استحياء، انتوا واخدين ترتيب على المدارس، انا هكرمكم في المواد كلها عشان انتم تستاهلوا حاجه حلوه. احنا عندنا بس ما شاء الله الثاني توعدون. احنا في المشترك ما بيننا حضرتك سما ما شاء الله، ربنا يبارك فيها يا رب. اللهم امين. ربنا يبارك فيها اللهم امين ويحفظها يا رب. طالعه ما شاء الله الثانيه على الاداره ما شاء الله. وعايز اقول لحضرتك اختها الكبيره سلمى ربنا يحفظها يا رب. اللهم امين ويحفظهم يا رب ويبارك فيهم ويحفظهم لاهاليهم. ما شاء الله برضو كانت من الاوائل على الاداره. انا مش فاكر لان هي ما شاء الله دخلت وابنهم دخل ستيم وابنهم برضو ربنا رب يتم شفاعه على خير يا رب. اللهم امين يا رب. طيب طالب محترم وبيحاول في المذاكره ولا طالب ذكي جدا بس شقي جدا متعب؟ بلاش متعب، انا بحب الطالب الشقي لذيذ. هو ده مطلوب، بس نقول طالب مطلوب. عكس ده مطلوب وده مطلوب. تمام حلو قوي صح. وده احب اشتغل معاه وده احب اشتغل معاه. حلو. ودايما اقول لهم هات اخرك تمام. بس اهم حاجه الادب. ما هو بقى احيانا بيبقى في طلبه، انا والله زي حضرتك يعني انا بالعكس انا احب الطالب اللي ذكي جدا وبرضه بيبقى عارف انت في طلبه ايه ما ياخد ويدي ويضحك ويعمل. انا مش عايزه بحب كده. انا مش عايزه قفل بس بالظبط. المهم ايه بس يكون بادب. صح. دايما اقول لهم خلي بالك الشخص المناسب المكان المناسب الوقت المناسب. صح والله كذا ما اعملش وامتى فهي هم لسه صغيرين مش عارفين امتى يعملوا ده من ده بيعرفوا مع الوقت بيتعلموا مع الوقت صح. ويتعلموا مع المكان او البنت في اي سن هيوصلوا اللي انت عايزه صح. والله. طيب الشغل ولا البيت؟ يعني تحب اكتر مثلا في الشغل ولا اكتر في تحب انت هو احنا في الدراسه البيت ليه حق. البيت ليه حق صح. واحنا بنبقى مقصرين اصلا في طبعا وربنا يسامحنا على تقصيرنا والله عشان نروح عشان نروح سلام عشان نروح. طيب نهار ولا ليل؟ النهار، بس الليل ليه حلاوته بصراحه. بس حضرتك بتحب النهار. انا بحب في لحظه النهار لحظه من الساعه 6
صبح بدري أو الصبح لحظة بدري. الغروب حلوة. وابتهال نصر الدين طوبار على الراديو. ده دي بقى الطقوس بقى بتاعت يا خبر ابيض، يا خبر، واشوف كده اللي مش عارف ايه. انا بحب الجو ده جدا، مع ان انا في الدراسه طبعا ما بعرفش اعمل كده، لان انت حضرتك عارف احنا بننام متاخر. هعزمك كده يوم في الريف عندنا في البلد، تمام، هتنبسط بالاجواء دي، هتلاقيها على طبيعتها، فبتبقى ايه يعني بالك رايق. طيب حضرتك فيس ولا انستجرام؟ فيس، ماليش في الانستجرام شويه. طيب فيس. طيب وبعد ما اقعد كتير اقول ليه يعني، خليك خفيف يعني. صح، هتحس حتى انت ضيعت وقت، بتلوم نفسك على الوقت يعني، طيب كده معين. صح، يا ريت. انا بدات ادرب نفسي على كده. جميل والله، انا عايز اعمل الحته دي. انا عايز اعمل يعني سيب التليفون بعيد شويه، هتلاقي نفسك الدنيا عادي. والله ده بيفرق معانا في موجات اصلا بتطلع من الحاجات ديت كلها، بتخليك تصدع، بتخليك تبقى مش عارف ايه. انا بحس بالحاجات دي قوي. هو كل واحد بيميل لمادته شغال. انا عشان نتكلم لا خلاص. طب كريستيانو ولا ميسي؟ اخد سؤال معايا. هما الاثنين حلوين، بس كريستيانو ده ظاهره يعني، زي الخطيب مثلا، مارادونا، بيليه. مع ان ممكن اقول ان الخطيب اكتر تبع ميسي، بحس ان هي موهبه. الخطيب كموهوب ماشي، طبعا بس هي ظاهره برضو وحاجه حلوه ما تتنسيش. يعني انت تختار كريستيانو ده بس انت تختار بالخير وده ذكر بالخير اكيد كويس. بس انت تختار كريستيانو. نعم، اختار عبد العظيم. اما كنت بقف جون زمان. انت حضرتك كنت بتلعب؟ كنت بقف جون زمان والله، حاجه احترافيه يعني. مش الدرجه دي يعني، ده اعتزلت من زمان قوي يعني. طيب تمام. طب انا ده طبعا الاسئله ما شاء الله خلصت والفقرات، بس انا بصراحه كنت سعيد بوجود حضرتك معايا والله النهارده، واتشرفت بوجودك جدا جدا. وان شاء الله يا رب تبقى حلقه كده جميله وتفرح الاولاد ان شاء الله. اللهم امين. وتشرف خفيف على الطلبه وبنيه حلوه. لا والله حضرتك ما شاء الله يعني، انبسطت بحضرتك، ربنا يكرمك يا رب. وانا اكتر والله. فرصه سعيده، واللي جايات احسن. اللهم امين ان شاء الله. ودايما كده احسن كمان. احنا بعد كده نعمل بودكاست قال مستر احمد عبد العظيم، ونصوره في المنوفيه. نجيب الاعداد معانا المنوفيه، نصوره عندنا المنوفيه، نجرب بقى والله. هنوريكم احلى كرم في المنوفيه. لا ماليش دعوه. لا على فكره معلش، الحته بتاعت المنوفيه ديت هم مظلومين بيها على فكره. طبعا والله فعلا، والله مش كله والله. انت تمام. احنا بس في الاخر يا ريت يا رب يبارك فيك، ربنا يكرمك. دام الكلام المدرسين نوجه للطلبه. تمام. دايما بنقول لهم العلم حلو، صح، والشطاره حلوه، والتفوق حلو، بس علم وتفوق والشطاره نتوجه بقى بالادب والاخلاق، يبقى مفيش احسن من كده. ما شاء الله. يا رب نشوفهم دايما كده اوائل، نشوفهم دايما مجتهدين، يفرحوا نفسهم، يفرحوا اهاليهم، ويفرحونا، والمره الجايه يكونوا معانا. اللهم امين يا رب، اللهم امين. انا بعد الكلام ده مش هقدر اتكلم واقول حاجه، نختم بالكلام دوت. ما شاء الله. شكرا لحضرتك جدا يا مستر. انا اكتر، ربنا يخليك.